السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظت حالات كتير قوي في العيادة الفترة الأخيرة، خصوصا في حديث الولادة، حالات كتير قوي سخونية مهولة، درجة حرارة 40، درجة حرارة 39، ده كله إجهاد حراري أو بنسميه سخونية جفاف أو حمى الجفاف. طب إيه قصة حمى الجفاف أو سخونية الجفاف دي خصوصا عند الرضع؟ يا جماعة إحنا في فترة صيف، فترة حرارة شديدة جدا، الطفل متغطي، بيعرق كتير، ما بياخدش السوائل المناسبة بالنسبة لجسمه سواء من الرضاعة أو لو طفل كبير ما بيشربش مية كويس، ما بيشربش عصاير، ما بيشربش سوائل، فجأة الطفل السوائل تنقص عنده فيبتدي يسخن. طب المفروض بعمل ايه او بتصرف ازاي في فتره زي دي؟ لو طفلك ما بيرضعش كويس رضعيه كويس، لو طفلك طفل فوق الاربع شهور وبدا ياكل او بدا ياخد ميه بسرعه نشرب ميه. المفروض ان الطفل في الفتره دي بيشرب كل ساعتين، بيشرب ميه بانتظام. المفروض الجرعه المناسبه من الميه من نص ازازه اللي هي الصغيره 600 مللي الى ازازه كامله اللي هي 600 مللي في السنه الاولى، المفروض الطفل يشربها على مدار اليوم ولحد لتر كامل. طيب كمان بتابع حفاضه الرضيع باستمرار، لو لقيت ظهور بقع برتقاني جوه الحفاضه ده معناه ان حصل املاح بالفعل. لو لقيت البول قليل يبقى معناها ان الطفل عنده نقص سوائل، هيسخن لو لسه ما سخنش. لو لقيت الطفل بدا يسخن معايا ومش عارف كمان انزل الحراره، اذا انا محتاج سوائل. ده انا احيانا عند بعض الاطفال دول بنضطر ندي محلول جفاف بجرعه معينه علشان ننشط شويه السوائل بتاعه الجسم. طيب لو بيرضع طبيعي بس ولبن الام مش كافي، بضطر ازود رضعه او 2 صناعي عشان حاجه زي كده. الاهم يا جماعه ان معظم الحالات دي بتبقى السخونيه نتيجه الجفاف، عشان كده انا ما بستعجلش بالمضاد الحيوي او بالادويه، بس ده كله من خلال الطبيب. لازم اكشف بسرعه على الطفل، اتاكد اذا كانت دي فعلا سخونيه جفاف او سخونيه سببها نقص السوائل في الجسم، ولا في ميكروب معين ومحتاج بقى علاج او مضادات حيويه او حاجات معينه. النصيحه المهمه ان انا لازم اهوي المكان، لازم الطفل يستحمى مره او 2 في اليوم مع الحر ده، لازم ارطب حواليه، اهوي الحفاضه على قد ما اقدر، الطفل يرضع رضعات منتظمه وكفايه وازود له الرضاعه. لو الام بترضع طبيعي تشرب هي سوائل كتير وميه كتير، لو الطفل بيشرب ميه اشرب ميه بانتظام، اراقب حفاض الرضيع، وربنا يحفظ اولادنا من كل شر. والاهم من ده كله يا جماعه ان انا اول ما يحصل موقف زي ده جري على الدكتور علشان اتابع واشوف القصه سببها ايه، وربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا من كل شر.